جنابي العزيز، فالمغرب هو وطننا وهو بيتنا المشترك، ويجب علينا جميعا أن نحافظ عليه ونساهم في تنميته وتقدمه. إن الوطنية الحقة تؤسس الوحدة والتضامن، وخاصة في المراحل الصعبة، والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب ورفع التحديات. وإني واثق أنهم لن يسمحوا لدعاة السلبية والعدمية وبائع الأوهام باستغلال بعض الاختلالات للتطاول على أمن المغرب واستقراره أو لتبخيس مكاسبه ومنجزاته، لأنهم يدركون أن الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة والوطن والمواطن على حد سواء.